انت عمرك فكرت ان دماغك ممكن تكون مولد كهرباء؟ المخ البشري بيشتغل بالكهرباء. كل فكرة بتفكرها، كل ذكرى بتمر عليك، كل حركة بتعملها وراها نبضة كهربائية. طيب لو جمعنا كل الكهرباء اللي في مخك ممكن نشغل بيها ايه؟ موبايل ولا بيت ولا مدينة؟ وايه اللي ممكن يحصل لو الكهرباء دي خرجت برا السيطرة؟ هل ممكن تضرك ولا ممكن تبقى مفتاح لحاجة احنا لسه ما اكتشفناش؟ في الفيديو ده هتسمع عن قدرات في جسمك انت مش واخد بالك منها، وقد تكون أخطر من أي حاجة حوالينا. بس قبل ما نبدأ ياريت تشترك في القناة وتدعمنا بلايك علشان نكمل كل جديد. من أول لحظة اتولدت فيها جسمك شغال بالكهرباء. كل خلية فيك بتشتغل بفرق جهد صغير جدا لكنه موجود. الأعصاب بتشتغل على شكل إشارات كهربائية. القلب بينبض عن طريق كهرباء. المخ ده مولد كهرباء متكامل. يعني ببساطة إحنا كلنا ماشيين في الشارع كأننا بطاريات ماشية على رجلين. العلماء حسبوا إن المخ ممكن يولد حوالي 20 واط، يعني زي لمبة موفرة صغيرة، أو باور بانك بيشحن موبايل مرة واحدة بس. وده السبب اللي بيخلي العلماء ينبهروا بالمخ، لأنه بيولد كهرباء وفي نفس الوقت بيعمل 1000 وظيفة تانية. يعني دلوقتي لو وصلت سلك من مخك في فيشة ممكن تنور أوضة. للأسف لأ، لأن الكهرباء دي بيولوجية مصممة تشتغل جوه الجسم بس، بتحصل في لحظة وتتلاشى بعدها، مش زي البطارية اللي بتخزن. لكن في محاولات بقالها سنين إنهم يزرعوا شرايح طبية في الجسم تشتغل على الكهرباء دي، زي شريحة تنظيم ضربات القلب، أو شريحة في المخ لعلاج الزهايمر أو الشلل الرعاش. وفي مشاريع بتقولك إنك في المستقبل ممكن تلبس تيشيرت يجمع كهرباء من حركة جسمك وتستغلها. بس الكهرباء دي مش دايما في صالحنا. في حالات معينة الكهرباء بتنفجر جوه الجسم حرفيا، زي نوبة الصرع وصدمة عصبية أو لحظة الموت. العلماء اكتشفوا إن بعد الموت بدقايق بيحصل انفجار كهربائي في المخ، زي وميض شديد محدش فاهمه لحد النهاردة. هل دي محاولة أخيرة من المخ إنه ينقذ الجسم ولا بداية لحاجة تانية؟ في ناس عندهم كهرباء مش طبيعية. في حالات غريبة جدا، ناس لما يلمسوا الأجهزة يحصل لها عطل أو الموبايل يبوش منهم. اسمها ظاهرة الإنسان الكهرومغناطيسي، ومش مثبتة علميا بشكل كامل، لكن في شهادات كتيرة متسجلة من مهندسين كهربائيين. دلوقتي عايزك تعمل تجربة بسيطة جدا. اقفل عينك وخليك ساكت تماما. جوه دماغك في دوشة، في نبض، في أفكار بتهرب وتتحرك. كل ده بيحصل بإشارات كهربائية. دماغك بتشتغل بالكهرباء زي أي جهاز إلكتروني. كل خلية عصبية، وده عددهم حوالي 86 مليار خلية، بتشتغل زي سلك صغير بتمشي فيه شحنة كهربائية من نقطة للتانية. يعني جوه مخك في كل لحظة في بلايين الإشارات الكهربائية رايحة جاية. عارف يعني إيه؟ يعني مخك حرفيا مولد كهرباء متحرك. والأغرب إنك ما بتحسش بده. لو جيت تركب جهاز رسم المخ هتلاقي إن الجهاز بيقيس الكهرباء دي كأنها موجات كهربائية مختلفة حسب حالتك، وانت صاحي وانت نايم وانت مركز وانت مكتئب. كل حالة ليها شكل مختلف من الكهرباء. يعني ممكن نعرف انت بتحس بإيه من شكل الكهرباء اللي في مخك. وده فتح باب مرعب، لأن العلماء بدأوا يفكروا لو الكهرباء دي بنقدر نقيسها ممكن كمان نفهمها. لو فهمناها هل هنقدر نتحكم فيها؟ وهنا بقى بيبدأ الرعب الحقيقي، لأن الكهرباء دي مش مجرد طاقة. لو الكهرباء في مخك اتلخبطت ممكن تفقد الوعي، ممكن تحس بحاجات مش طبيعية، ممكن تشوف هلوسات، أو حتى تنفصل عن الواقع تماما. وده بيحصل فعلا مع ناس عندهم نشاط كهربائي زيادة في المخ في مناطق معينة. لو في طريقة نتحكم بيها في الكهرباء اللي في دماغ الإنسان، هل ده معناه إننا نقدر نتحكم في أفكاره، في قراراته، في وعيه بنفسه؟ تخيل حد يحط لك شريحة صغيرة تظبط الكهرباء في مخك زي ما هو عاوز. وقتها انت لسه انت، ولا بقت أفكارك متبرمجة؟ وفي مشاريع دلوقتي فعليا بتحاول توصل للنقطة دي. مش خيال علمي، ده علم حقيقي بيتنفذ دلوقتي. كل ده وده مجرد جزء صغير من الكهرباء اللي جواك.
ولسه ما كملتش عن اللي بيحصل للمخ بعد الموت لما الكهرباء كلها تضرب في لحظة واحدة، بس دي خليها لجزء تاني إن شاء الله. دلوقتي بعد ما عرفت إن مخك شغال بالكهرباء وإن حرفيا جواك مولد صغير شغال ليل ونهار، لازم تسأل نفسك سؤال: إزاي كل ده بيشتغل وإنت مش حاسس؟ إزاي الكهرباء دي هي اللي بتخليك تضحك وتعيط وتحب وتكره؟ هل إحنا مجرد شحنة كهربائية ماشية في سلك من لحم وعصب، ولا في حاجة أعمق؟ في حاجات في جسمنا بنفتكر إننا فاهمينها، بس لما نقرب منها شوية بنكتشف إننا ما نعرفش عنها حاجة. لو حبيت الحلقة ما تنساش تقول لي إيه رأيك، ولو عندك سؤال غريب عن جسمك أو عن مخك اكتب لي تحت، وما تنساش تعمل لايك وتدعمنا باشتراك في القناة علشان نقدم لك كل جديد.